سأتوجه إلى الأخوة الفلاحين فيما يتعلق حول تسعيرة محصول القمح. الحقيقة نحن في سوريا نمر بوضع اقتصادي صعب وبأزمة اقتصادية حقيقية، وبالنسبة لمحصول وتسعيرة الحنطة حقيقة بتاريخ 14/4 تم إصدار التسعيرة الأولى لمحصول القمح، وكانت التسعيرة آنذاك 225 ليرة سورية، بما يتناسب وسعر الصرف الدولار القطع الأجنبي في ذلك الحين. بتاريخ 30/5 اضطررنا مرة أخرى ونتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وانهيار العملة السورية أمام القطع الأجنبي الدولار إلى تعديل هذه التسعيرة، وعندها كانت التسعيرة 315 ليرة سورية. والآن البارحة تم اجتماع المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كاملا، وحضر هذا الاجتماع كافة الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية السبعة التي تتبع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وكان هذا الاجتماع حقيقة من أجل إعادة النظر بتسعيرة محصول القمح. ونحن نعلم بأن شمال وشرق سوريا هي منطقة زراعية بامتياز، وتعتبر السلة الغذائية لسوريا كلها وليس فقط لشمال وشرق سوريا، وأن 4 مليون إلى 5 مليون نسمة يعيشون في شمال وشرق سوريا، وكل هذه العوائل تعتمد في قوتها اليومي وفي رزقها على الزراعة. لذلك نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نهتم بهذا الجانب كثيرا، ونهتم بالقطاع الزراعي كثيرا، وأنه عندما يكون الفلاح غير راضي وغير سعيد سوف لن يكون 5 ملايين نسمة سعيدين في شمال وشرق سوريا. لذلك تقرر بالإجماع في هذه الجلسة إعادة النظر مرة أخرى بتعديل التسعيرة. وحقيقة سأشرح حول هذه النقطة. نحن في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا توجد كتلة مالية، هذه الكتلة المالية مخصصة لشراء محصول القمح، وهي بالقطع الأجنبي بالدولار. ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها سوريا بشكل عام، ونحن في شمال شرق سوريا جزء من سوريا، والمتحكم في السياسات النقدية هي الحكومة المركزية في دمشق، وأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بما فيها قانون سيزر قيصر يستهدف البنك المركزي، أي يستهدف السياسة النقدية لسوريا. وبالتالي نرى اليوم أن انهيار العملة الوطنية السورية بشكل متسارع أمام سعر الصرف، ولذلك سوف يتم أيضا تعديل التسعيرة مرة أخرى كما ذكرت. وأستطيع اليوم الآن أمامكم أن ننطق ونصدر تسعيرة القمح، وأستطيع القول بأنه إذا أصدرنا التسعيرة الآن مقابل سعر الصرف سوف تتجاوز ثلث قيمة التسعيرة الأخيرة، أي ثلث قيمة 315 ليرة سورية. وإذا أصدرنا هذه التسعيرة الآن سوف لن تكون في صالح الفلاح، لأنه عندما يتم تسديد الفواتير بالنسبة للموردين قد يكون هناك فارق زمني من اليوم إلى ذلك التاريخ يتجاوز 10 أو 15 يوم، وخلال هذا الفارق الزمني سوف يتغير سعر الصرف أمام الليرة السورية. لذلك قرر المجلس التنفيذي بالإجماع تأجيل إصدار التسعيرة من أجل أن يكون ذلك في صالح الفلاح وصالح المزارع وصالح المورد، وسوف نقوم بإصدار التسعيرة عندما يتم تسديد الفواتير للموردين وللفلاحين وللمزارعين.
وعندها سوف تكون التسعيرة بما يتناسب مع سعر صرف الدولار آنذاك، وهذا حقيقة في صالح الفلاح. لذلك أتوجه إلى كافة الإخوة الفلاحين والمزارعين وكل الذين يزرعون محصول القمح بالتوجه وتوريد محصولهم فورا إلى أماكن استقبال هذا المحصول من أجل إصدار التسعيرة النهائية لمحصول القمح.